يبدو إن الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات قررت تكسر الحواجز اللي بنتها على أفراد عيلتها من بداية مسيرتها المهنية، وبعد فترة قليلة من مشاركة جمهورها لصور بنتها بعد ما كبرت وبقت شابة جميلة، قررت تكشف عن فرد جديد من أسرتها وهي أختها رولا. رابعة احتفلت بعيد ميلاد أختها رولا الزيات وشاركت متابعيها على السوشيال ميديا بصورة من أجواء الاحتفال ظهرت فيها أخت الإعلامية اللبنانية بطلة بيضاء أنيقة، وكتبت عليها كل عيد وأنت بخير أختي. وطبعا تفاعل فانز رابعة مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات هنوا فيها رولا بعيد ميلادها ومتمنين ليها عام جديد كله صحة وسعادة. الفانز ما اكتفوش بالتهاني وتسببت الصورة في انقسامهم لفريقين، فريق شاف إن رولا بعيدة كل البعد في ملامحها عن رابعة، وفريق تاني أكد وجود شبه كبير بين الأختين. ومن مجرد تصفح الحسابات الشخصية لرولا على السوشيال ميديا تقدر تكتشف اهتمامها بمتابعة الأحداث الجارية في المنطقة العربية، ده غير مشاركتها لمتابعيها وأصدقائها بصور عائلية بتجمعها بوالدتها الراحلة وأختها رابعة وباقي أفراد الأسرة من مناسبات عائلية مبهجة بتجمعهم. أكتر حاجة مشتركة بين رابعة وأختها هي عيونهم الملونة، وفعلا في شبه في الملامح ما بينهم، ولكن يبدو ان رولا اكبر من رابعه مع الاخذ في الاعتبار اهتمام الاعلاميه اللبنانيه برشاقتها واناقتها وتدليل بشرتها واعترافها بالخضوع للتقنيات التجميليه من بوتوكس وفيلر وغيرها. رابعه كان عندها شغف طول عمرها للاعلام، الا انها درست علم النفس في الجامعه اللبنانيه، وبسبب ظروف البلد ما كانش عندهم امل وقتها ان بنتهم تقدر تعمل حاجه غير انها تتجوز وتكون اسره. واستسلمت رابعه لكلام اسرتها وعاشت مع جوزها في جنوب افريقيا، تجربة صعبة عاشتها رابعة في الغربة وبعيد عن أهلها، وخاصة بعد ما لقت نفسها في سن صغير أم لطفلين وهم كريم وعلي. ما استحملتش كتير وقررت الانفصال عن جوزها ورجعت خالية الوفاض لأهلها، بس ما استسلمتش لظروفها وقررت تقوم على رجليها وتحقق حلمها. قناة MBN كان أول باب تدق رابعة لما قررت تقتحم الإعلام، واختارته عشان عرفت إن رئيسها وقتها ناصر صفي الدين، وقابلته وقالت له ببساطة عايزة أبقى مذيعة، فريحها وعمل لها اختبار كاميرا وقال لها مع السلامة. بس المفاجأة إن بعد 6 شهور كلموها وانضمت رسميا للقناة في 2002، ومن وقتها قدرت رابعة بموهبتها وإمكانيتها تكون واحدة من أبرز مذيعات العالم العربي. قصة حب كبيرة عاشتها الإعلامية اللبنانية مع الشاعر والإعلامي زاهي وهبي اللي اعترفت بإعجابها بيه من قبل ما تقابله، وقالت كنت متعلقة بيه من قبل ما أشوفه وقت وجودي في إفريقيا، وكنت حريصة على متابعة برنامجه خليك بالبيت، وما كانش عندي أمل إني ممكن أقابله، وكنت بقرأ قصايده وحاسة إن في حاجة بتجمعني بيه كإعلامي وشاعر وإنسان. أول لقاء جمع رابعة بزاهي تم عن طريق صديق مشترك بينهم، والغريب إنه جه بالصدفة، فراحت قابلته بملابس رياضية بسيطة جدا، إلا إنه بدلها الإعجاب اللي اتطور بسرعة الحب، واتجوزوا في 2006 وأنجبوا ولد وبنت هما داني وكنز. وما أنكرتش رابعة التأثير القوي للشاعر والإعلامي اللبناني على تطوير فكرها وشخصيتها وأدواتها الإعلامية على الشاشة. صحيح إن رابعة كانت كل فترة بتظهر مع أولادها في مناسبات عامة، إلا إنهم بعد ما كبروا اختاروا يعيشوا بطبيعية أكتر بعيد عن الأضواء. بس الإعلامية اللبنانية فاجأت الكل وحبت تشارك متابعيها بصور خاصة بتجمعها ببنتها، وفيديو الكنز ظهرت فيه بتستعرض شعرها وأنوثتها، وده بمناسبة عيد ميلادها، وكتبت عليها كبرت يا بنتي يا كنزي ونبض روحي وحياتي وقوتي وحبي للحياة، كل عيد وأنتي كنز وماما.